بالنسبه يا دكتور حضرتك في نقطه مهمه اتكلمتي فيها، البلازما، ممكن توضحي لنا ايه هي البلازما؟ البلازما ده إجراء موجود من فترة طويلة، من سنين كتير، وهو بصراحة أنا بأطلق عليه السحر الحلال. لأنه هو عينة دم بتتاخد من الشخص نفسه، بروسيديور آمن إلى أبعد الحدود، يتعمل للسن الصغير، يتعمل مش عايزه اقول لك يعني اصغر من 18 سنه كمان. مجرد عينه دم بتتسحب، بنلفها في السنترفيوج، نطلع البلازما بتاعتها، بنحقنها. البلازما دي عباره عن نضاره طبيعيه منك ليكي، مفيش اي برودكت دخل جسمك غريب. طب بنحقنها فين بالظبط؟ انا عارفه في بنحقنها بلازما للشعر كمان، صح؟ للشعر. بتتعالج حاجات كتير البلازما، بتدخل في علاج الشعر، بتدخل في علاج البشره، بتدخل في علاج الكلى دلوقتي، بتدخل في علاج العظام، بتدخل في علاج حاجات كتير. سبحان الله، ونتائجها حلوه فعلا؟ نتائجها خارقه طب ولازم بقى اللي بيعملها لازم يستمر عليها ولا هي بتبقى مره خلاص؟ دي هي دواء من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هتحطيها في بشرتك هتديكي نضاره ما حصلتش، هتحطيها في شعرك هتنبت لك الشعر اللي فقد بقاله سنين، هتحطيها لو في العظم او كده بيحسن المفاصل، بيحسن جودتها. يعني مره واحده بس في العمر؟ لا مش ولا مرة. على حسب؟ على حسب انت محتاجه قد ايه. بس هي من كل مره بتفيد، يعني من اول مره هتلاقي فايده كبيره. طبعا طبعا البلازما سحر.